حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي. انا عايزه بس قبل ما ابتدي الفيديو معاكم يا جماعه، كل اللي بيشوفني دلوقتي ينزل يعمل لي اشتراك في القناه ويحط لي لايك ويكتب لي كومنت حلو لو انت حابه ايه تتفرجي عليا او تشوفي فيديوهاتي. تمام؟ هنسمي الله وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبتدي بقى الفيديو. هنا بقى انا كنت بعمل صينيه مكرونه بشاميل. انا بحب اعمل يا جماعه المكرونه بلبن بلدي. تمام؟ إيه، لان اللبن البلدي بيبقى كله خير، بالبلدي كده بيبقى كله، يعني بيبقى كله خير وفيه قشطه ما شاء الله، ويبقى بخيره كده. تمام. هنا بقى انا كنت جايبه، انا بحب اعمل يا جماعه البشاميل زياده. يعني بمعنى ايه زياده؟ بحب يبقى المكرونيه كلها متغلفه، والارضيه بتاعه الصينيه نفسها تبقى كلها بشاميل، يبقى المكرونيه كده تبقى جوسي معاكي كده، ما تبقاش ناشفه، لا. هنا بقى انا كنت معايا 2 كيلو لبن. انا في مقاطع يا جماعه بس اتمسحت مني، اللي هو تعصيج اللحمه، سلق المكرونه، عمايل البشاميل. عموما انا يعني هقوله لكم كده، بس طبعا كلنا بنعرف نعصج لحمه ونعمل بشاميل وكده يعني. تمام. هنا بقى انا كنت انا غاليه اللبن من بدري، وكنت شايله القشطه بتاعته ما شاء الله بخيره، زي ما قلت لكم قبل كده. تمام. وبيبقى عندي لازم بيبقى فيه مج شوربه كده. يعني حاولي تشيلي ايه الشوربه دي، لان انا ما بحبش برضه احط يعني مرقه او ماجي، او عموما اللي هي ايه الحاجات اللي هي طبعا مصنعه. تمام؟ بدون داعي ذكر اسماء يعني. تمام. فانا بحب الشوربه تبقى طبيعي كده، وتبقى ايه يعني لسه بخيرها برضه. عموما انا كنت بقى شايله مج شوربه كده، دوبت فيه كيسين بشاميل، لاني في اليوم ده ما كانش عندي دقيق. فاضطريت ان انا اعمل بقى ايه، يعني كان عندي بقى البشاميل الجاهز ده موجود يعني وكده، فانا ايه يعني دوبته في مج شوربه. تمام. وحطيته على اللبن وغليته بيهم. لازم تفضلي يا جماعه تفضلي انك تدوبي في البشاميل، او تقلبي في البشاميل بمضرب بقى كهرباء، بمضرب يدوي. المهم ايه، لازم تفضلي تدوبي ايه او تقلبي فيه كويس جدا. ليه؟ عشان ما يحصلش معاكي تكتلات. تمام. هنا بقى انا جهزت البشاميل، كان جاهز معايا وشيلته ركنته على جنب. كنت برضو سلقه المكرونه. تمام. المكرونه تسلقيها ما تحطيش فيها زيت. تمام. شويه ملح وخلاص على كده. وسلقت المكرونه حطيتها على جنب. عصقت اللحمه. كلنا طبعا بنعرف نعصج اللحمه. المقطع ده برضو يا جماعه اتشال مني. كنت انا معصجه اللحمه ازاي؟ بنزل بيها طبعا في زبده بقى، زيت، معلقه سمنه، اي حاجه موجوده عندك. هتعصجي اللحمه كويس جدا، تديها صدمه، رشه فلفل اسود. تنزلي بقى بالبصلايه. انا ببشر البصلايه عشان ما بحبش انها تكون موجوده او ظاهره في المكرونه. تمام. نزلت بقى طبعا بالبصلايه عليها. قلبت كويس جدا. التوابل بتاعتي بقى فلفل اسود، بابريكا، 7 بهارات، ويا سلام لو حطيتي رشه جوز الطيب ورشه قرفه، بتودي لك المكرونه في حته تانية خالص. تمام. تمام كده زي الفل. حطينا بقى المكرونه. انا هنا بقى كنت انا بقول لكم انا بدوب البشاميل هنا. تمام. انا يا جماعه بقى كنت انا بفصل، كنت انا يعني ايه بجزأ المكرونه لجزئين، بقسمهم لجزئين. جزء يعني ايه الفها بالبشاميل كويس، والجزء التاني احطه بقى على الوش، اقوم حاطه بقى ايه البشاميل. لا انا بقى بقيت اعمل ازاي؟ بقيت ان انا احط البشاميل، نص البشاميل على المكرونه كلها، واقلبها فيها كويس جدا جدا، بحيث ان المكرونايه كلها تبقى ايه متغلفه بالبشاميل. تمام. وارجع بقى اقسم، يعني ايه اشيل نصها في جنب كده، واحط بقى النص التاني في ارضيه الصينيه. هنا بقى انا كنت بقى ايه بقلب بقى المكرونه، ووزعت بقى البشاميل كله في المكرونه كلها. طبعا بعد ما تدهني بقى الصينيه بتاعتك من تحت. وكنت انا بقى فردت نص المكرونه، يعني حطيت النص اللي هو اللي انا كنت شايلاه ده في جنب، وايه ونزلت بالنص الاولاني. تمام. وهحط بقى اللحمه المتعصجه على المكرونه. وترشي كمان ايه رشه قرفه ورشه جوز الطيب، مع ان احنا حاطينها في العصاج، بس برضو ما تحطيها على المكرونه نفسها برضو بتديها ايه بحته تانية. هنا كنت بوريكي بقول لك شفتي البشاميل اللي عامل ازاي غرقان. ليه بقى؟ المكرونه لما بتكون غرقانه في البشاميل يا جماعه بتبقى جوسي كده، بتديكي طعم حلو قوي عن ما بتكون البشاميل ايه شويه فيها. تمام. هنا بقى انا نزلت بالجزء التاني او بالنص التاني على اللحمه المفرومه. وبحاول بقى ان انا اساوي بالسباتولا، اساوي بقى المكرونيه كلها، بحيث ان المكرونه كلها تبقى نايمه. تمام. يبقى كله ايه يبقى بسوى بعض كده، بحيث لما انزل البشاميل الباقي يبقى ايه مفيش مكرونيه طالعه من تحت البشاميل. تمام. بيبقى شكلها حلو والطعم بيبقى احلى كمان. تمام كده. انا بقى عملت بقى المكرونه خلاص كده خلصت معايا. هنزل بقى بالبشاميل كله بقى على الوش.
وهحطها بقى في الفرن وهتطلع. كنت انا بقى ايه في عليت بقى ايه، يعني ما بتاخدش في الفرن كتير يعني، ما يعني ربع ساعه تلت ساعه بالكتير يعني، مش اكتر يعني. تمام. انا بقى كنت فتحت الشوايه عليها عشان تاخد وش يا جماعه. فايه الوش تقريبا ايه يعني اتحمر شويه زياده عن اللزوم، بس طعمها حلو قوي. هنا بقى انا ما كنتش حاطه يعني جبنه او حاجه، جبنه موتزاريلا او اي جبنه ما حطيتش بصراحه يعني. انا بكتفي بالبشاميل، وبكتفي بقى طبعا بقى باللبن اللي معايا، لان ما شاء الله اللبن بيبقى بخيره يعني. تمام. هنا بقى بقول لكم بصوا البشاميل، طبقه البشاميل عامله ازاي. كل ما البشاميل بيبقى تقيل يا جماعه، المكرونه بتبقى جوسي، والمكرونه بتبقى طعمها حلو قوي. هنا بقى بسوي بقى البشاميل كله، بحيث ان مفيش مكرونايه بتبقى ايه تبقى طالعه من تحت البشاميل. لو تلاحظي ان انا ايه دي حتى برضو بنزلها كده، عشان ايه يبقى كله بسوا واحد. انا ما بحطش بيض يا جماعه على المكرونه خالص بصراحه يعني. انا بحط بقى ممكن احط شويه لبن على الوش كده، ممكن احط معلقه زبده على الوش كده برضو وامشي بيها على وش المكرونه. لكن انا ما بحطش بيض خالص يا جماعه في المكرونه. ممكن ناس تختلف معايا وممكن ناس تتفق معايا، بس كل واحد بقى وطريقته. تمام. تمام زي الفل كده. هنا بقى خلاص كانت المكرونه كانت جهزت معايا، ادخلها بقى في الفرن وبالهنا والشفا. وحابه بس اشكركم كلكم، واشكر كل المشتركين معايا في القناه، وكل اللي دخل معايا جديد على راسي. وربنا يا رب كده يديم المحبه ما بيننا، ويا رب يا رب كل اللي يشوفني يحط لي اشتراك في القناه. تمام. واشوفكم بقى على خير، واقول لكم باي باي.